فراخ غالية عليكي، الوصفة دي ليكي ولجميع الحشوات. يعني الوصفة دي ليكي عشان تعملي منها جميع الحشوات. معانا نص مفروم متعصج بدون لحمة او فراخ. يعني ايه بدون لحمة او فراخ؟ في مفروم النهاردة بدون لحمة او فراخ. انا هقولك ازاي تعملي نص مفروم زي ما انت شايفة كده، ولا لحمة ولا فراخ فيه. اهم حاجة اسمعي الفيديو خطوة خطوة، واعملي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفة جديدة بنزلها. يا سلام على الجمال، هتحشي بيه كل الحشوات اللي انت عايزاها. لحمة يمشي، مكرونة بالبشاميل يمشي معانا، جميع الحشوات. يلا بينا على الوصفة والطريقة. ايوه زي ما انت شايفة كده القوانص يا ست الكل. هنا بديل اللحمة وبديل الفراخ. معانا هنا نص كيلو قوانص. يعني ما عندكيش لحمة ولا عندك فراخ والاسعار غالية عليكي ومش عارفة تعملي ايه، كل اللي هتجيبيه يا ست الكل هتجيبي نص كيلو قوانص وتغسليه كويس وتنضفيه وتغسليه بمحلول النقع اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وتصفيه كويس من المية. ولو فيه دهون تعيني نسبة الدهون اللي فيه كلها وتخلي حاجة بسيطة بس، لان معروف القوانص بيبقى فيها كمية دهون كتير. تشيل الدهون اللي فيها وتخلي فيها حاجة بس بسيطة منها، تدسمها وتخليها لونها فاتح شوي زي اللحمة المفرومة بالظبط. النهاردة يا ست الكل هعملك وصفة لا غنى عنها في الفريزر. يعني ايه مش هتستغني عنها ابدا. ودعي بقى الغلا، ودعي بقى الحاجات الغالية، وان شاء الله هتبقى موجودة عندك على طول. يلا بينا بقى على الوصفة. هنا بقى زي ما انتوا شايفين معايا نص كيلو قوانص غسلاه كويس ومصفياه. وهنا بقى بنقطعه عشان هنفرمه في الكبة بتاعتنا. لازم تقطعيه يعني ايه وقطعي مثلا الواحدة على 2 أو 3 عشان ما توقفش في السكينة بتاعت الكبة. وهنا بقى ست الكل الكبة بتاعتنا الجميلة هنحط فيها طبعا انا كنت لسه فرمه فيها بصل بس شطفها برضه بميه. حبيت افرم البصل الاول وبعد كده شطفتها، وطبعا ما نزلتلكمش البصل، يعني فرمت البصل بعيد كده. وهنا بقى الوصفه بتاعتنا هنا القوانص، وهنحط برضه هنضيف عليها حاجات كده، بس اهم حاجه اسمع الفيديو خطوه خطوه. هنا بقى زي ما انت شايفه يا ست الكل هنحط الكميه كلها وبعد كده نفرمها فرم مش ناعم قوي، يعني ما تخليهاش عجينه، لا خليها زي اللحمه المفرومه بالظبط. احنا هنا الوصفه بتاعتنا اقتصاديه، ما عليهاش اي نوع لحوم خالص، ولا لحمه مفرومه ولا اي نوع لحمه ولا كمان فراخ. هنا بقى زي ما انتوا شايفين بنضرب ونقفل نضرب ونقفل عشان الخليط مع القوانص بتاعتنا ما تعجنش هنا، يعني ايه ما تبقاش ناعمه. احنا عايزين تبقى قطع صغيره رفيعه كده زي اللحمه المفرومه بالظبط. وهنا زي ما انتوا شايفين بنقلب بالمعلقه عشان الخليط كله يبقى زي بعض، يبقى من فوق ومن تحت. بتقلبي بالمعلقه كده وبعد كده بنضرب كويس. والله انا نفسي ما كنتش مصدقه الا لما عملت الوصفه بنفسي. يعني انا لما كنت بشوف الوصفه دي بالقوانص ما كنتش مصدقه، يعني انا ما كنتش مصدقه لما عملتها بنفسي وفعلا شفت النتيجه بنفسي. النتيجه كانت خرافه. ودي شكل القوانص معاكم زي ما انتم شايفين، والله بدون اي لحوم، بدون لحوم او فراخ او اي حاجه او اي اضافات، هي القوانص فقط. هنا بقى يا ست الكل احنا هنعصجها برضو مع بعض، هنعصجها ونشيلها كده لاي وصفه تعمليها تبقى جاهزه. معانا هنا طاسه على النار تكون سخنه، ومعانا شويه زيت وهنحط فيها، لازم تسخن كويس وندي صدمه كده او ندي تش كده للقوانص. لازم تشوحيها كويس الاول، يعني تشوحيها كويس الاول قبل ما تحطي البصل. وهنا بقى ست الكل معايا معلقه توم مفرومه. طبعا التوم بتحط على التعصيجه بيدي طعم، يعني ايه بيدي تيست كده كويس وطعم حلو. هنا بقى معايا بصل مفروم فرم ناعم. لو انت بقى حابه تزودي الكميه ممكن تحطي جزر، ممكن تزودي بصل برضو عن كده، تزودي كميه بصل عن كده.
هنحط فلفل مع بعض، وطبعا التوابل زي ما انتوا شايفين كده معايا نص معلقة من البهارات السبعة، وكمان معايا بهارات لحمة، انا بهارات لحمة، وكمان معايا سنة قرفة اللي بحب احطها في اللحمة المفرومة، اي نوع لحمة مفرومة، سنة قرفة، ومعايا ملح ومعايا فلفل اسمر ومعايا كمون. يبقى البهارات السبعة نص معلقة صغيرة، معايا بهارات لحمة، وكمان فلفل اسمر وملح وسنة قرفة. هنا بقى معايا فلفل اخضر، وكمان هريسة الشطة اللي هي الحمر زي ما انتوا شايفين، ونقلب ونشوح كويس. دي طبعا الوصفة دي او التعصيجة دي تبقى جاهزة معاكي كده. ممكن تجيبي كمية كبيرة وتعمليها وتفرزيها وتحطيها في الفريزر في اكياس كده او في علب، في اطباق في الفريزر. حبيتي تعملي اي وصفة، معلش يعني، معلش انا اسفة على الشكل. طبعا البخار برضو كالعادة بيغطي الشاشة خالص. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين لسه سخنة، ونحطها في طبق. شايفين الكمية اللي انتوا شايفينها دي من نص كيلو قوانص، يا دوب زودنا على بصلتين ووحدتين فلفل. وزي ما قلت لك ممكن تكتري الكمية، ممكن تزودي فول صويا، ممكن تزودي جزر، تزودي بصل كتير، تعملي كمية كتيرة. الوصفة دي بقى يا ست الكل لجميع الحشوات. حشوات ايه بقى؟ ممكن تعملي حواوشي، ممكن تعملي اي نوع كفتة، اللي هي ممكن تعمليها برضو كفتة رز، وممكن تعمليها كفتة المشوية، وممكن تحشي بيها الجلاش، الرقاق، المكرونة البشاميل. اي نوع او اي وصفة انت حباها اعمليها بالوصفة دي، يعني اي حاجة اعمليها بالوصفة دي، مش هتقولك لا. وصفة جميلة وخطيرة ومش مكلفة واقتصادية، وهتديك برضو نفس التيست ونفس الطعم. فعلا والله جميلة، يعني اول ما شفتها على التليفون يعني وكده فعجبتني. يعني شفتها في فيديو كده واحدة كانت عاملاها فعجبتني، واول مرة اعملها، يعني اول مرة اعملها نزلتها لكم على القناة على طول. فعلا وصفة خطيرة وجميلة وريحتها تجنن. يلا امي بقى جرب الوصفة وقولي رايك بالله عليك، تكتبي لي رايك في التعليقات. آه الوصفة دي عجبتك ولا ما عجبتكيش؟ موفرة ولا لأ؟ مكلفة عليكي ولا لأ؟ وهي زي اللحمة المفرومة وزي كفتة الفراخ والحاجات دي ولا لأ؟ بالله عليك تكتبي لي في التعليقات. انا متأكدة ان الوصفة دي هتعجبك. فعلا وصفة جميلة. هنشيلها بقى في الفريزر، وبقى نعمل بيها برضه وصفة مع بعض. هنفكر كده ونشوف الوصفة اللي احنا هنعملها، وبرضه بقى ننزلها مع بعض. يا سلام على الجمال، تحفة تحفة تحفة. لايك كده واشتراك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.